يا مساء الحكايات والقصص اللي بتخطف الأنفاس. قصة هتاخدك وتوديك وتخليك تسأل نفسك 100 مرة يا ترى مين الضحية ومين الجلاد. كبر الشاشة وركز معايا عشان بطلتنا النهاردة ست غريبة شوية. ست اسمها ليندا. ليندا دي يا سيدي شغالة مديرة قد الدنيا في شركة محترمة ومشهورة اسمها بريستون. الست دي كانت شاطرة جدا وبتطلع نار من بقها في الشغل، بس يا عيني حظها قليل في الدنيا، ما عندهاش صحاب وكاريزمتها تحت الصفر. في يوم وهي قاعدة غرقانة في الشغل دخل عليها زميلها في الشركة، واحد مسهوك وبتاع مصلحته اسمه دونوفان. الواد ده كان متورط في مشروع تقيل ومهم، وقام رامي الحمل كله عليها وقال لها تساعده، ولأنها طيبة أو نقدر نقول على نيتها بزيادة وافقت وسهرت وتعبت وخلصت له الشغل كله من الألف للياء. ولما جه اليوم الموعود، الوقت اللي المفروض يسلموا فيه المشروع للمديرين الكبار، دونوفان بصلها بكل برود وقال لها بقولك ايه يا ليندا، ملوش لزوم تتعبي نفسك وتيجي الاجتماع، هم طالبيني انا بالاسم، وانا يا ستي هبقى اقول لهم انك انت اللي عامله الشغل كله من ورا الكواليس، خليكي انت هنا مرتاحه ومريحه دماغك. ليندا اتضايقت في سرها، حست ان في حاجه غلط، بس بلعت الريق وسكتت. حاولت تلطف الجو وتقرب من زمايلها في المكتب عشان ما تفضلش وحيده، فلمحت بنت من زمايلها واقفه بتكلم واحد بيحبها وبيدردشوا مع بعض. راحت ليندا راميه ودنها وحاولت تدخل في الكلام وتهزر معاهم عشان تبان فريندلي ولطيفه. قاموا الاتنين بصين لها بقرف كده من فوق لتحت وسابوها ومشيوا من غير ولا كلمه. الحقيقه المره يا صاحبي ان الشركه دي من بابها لمحرابها محدش فيها كان بيطيق ليندا، كلهم كانوا بيستثقلوها وبيبعدوا عنها. وفي الوقت اللي هي كانت بتحاول تكسب ود الناس دي، كان الاستاذ دونوفان واقف جوه الاجتماع بيمسح اسمها من على المشروع تماما، وبينسب كل التعب والنجاح والعبقريه دي لنفسه. بس نخلص من دوشه الشركه الخانقه ونروح على بيت ليندا، ولما تدخل بيتها هتلاقي العجب. البيت من الباب للشباك مليان كتب ومجلدات وحاجات عجيبه، كلها بتتكلم عن حاجه واحده بس: ازاي تعيش وتنجو لو اتحدفت في جزيره مهجوره او غابه. يعني حاجه كده بيسموها علم السرفايفل او النجاه. ليندا كانت مهووسه بالموضوع ده، بتقرا فيه ليل نهار وتتفرج على فيديوهات، وعشان كده ما كانتش شاغله بالها قوي بوجع الدماغ وبالمقالب اللي بتحصل في الشركه، لانها كانت عارفه ومطمنه ان صاحب الشركه نفسه بيقدر شغلها، وكان وعدها وعد شرف انه هيرقيها ويخليها نائب رئيس الشركه في اقرب وقت. وبكره بقى يا سيدي يوم مش عادي، لان ابن صاحب الشركه ده واسمه برادلي جاي الشركه عشان يمسك هو الاداره ويبقى الرئيس مكان ابوه. ليندا كانت حاطه امل كبير قوي ان برادلي ده هو اللي هيمضلها على الترقيه ويفرح قلبها. الصبح شقشق وليندا قاعده في الشركه بتاكل ساندوتش سمك على السريع. ليندا رمت الاكل وقامت تجري عشان ترحب بيه وتعمل لقطه، بس من كتر الربكه حته ساندوتش السمك لزقت في وشها وهدومها. برادلي بصلها بقرف وابتسم ابتسامه صفرة، ولما دخل مكتبه ووقف يتكلم معاها حته السمك دي وقعت على ايد برادلي. برادلي اتجنن وقال للي واقف معاه من الموظفين ايه القرف اللي وقع على ايدي ده. الراجل الموظف شمها وقال له هو محرج، ده سمك يا فندم. برادلي وشه جاب الوان الطيف لانه بيكره السمك وعنده عقده منه. الراجل اللي معاه ده حب يلطف الجو وقال له يا فندم والدك كان وعد ليندا دي انها تبقى نائب الرئيس عشان هي شاطره جدا ومفيده للشركه. قام برادلي رادد بكل تناكه وغرور لا طبعا، الترقيه دي انا هديها لدونوفان، ده صاحبي من ايام الجامعه والوحيد اللي بثق فيه هنا. الموظف اتخض وقال له بس يا فندم احنا عندنا سفريه لشغل مهم جدا في بانكوك، ودونوفان ده ميح وما يقدرش يدير حاجه من غير ليندا، الشغل هيقع. هنا برادلي شغل دماغه اللئيمه وقال خلاص هناخدها معانا السفريه دي باي تمن عشان تشيل الشغل ونخلص من المصلحه. في نفس الوقت بالظبط الاخبار كانت وصلت لليندا ان دونوفان الكذاب خد الترقيه وبقى هو نائب الرئيس. الدم غلي في عروقها وحست انها هتفرقع. راحت داخله على برادلي مكتبه زي الاعصار وقالت له والدموع محبوسه في عينيها ابوك وعدني بالترقيه، انا بقالي 7 سنين هنا بطلع عيني وبكبر في الشركه دي، ودونوفان ده بقاله 6 شهور بس، ازاي ياخد مكاني واسمي وشغلي؟ برادلي بصلها ببرود الدنيا وقال لها ابويا ما بقاش هنا خلاص، انا اللي بدير دلوقتي، ونائب الرئيس ده لازم يكون حد على هوايا وبرتاح له، ودونوفان صاحبي. بس بقولك ايه، تعالي معانا بانكوك وساعتها ممكن افكر اديكي ترقيه بداله. هو طبعا ما كانش ناوي يرقيها ولا نيله، هو بس كان بيسحبها عشان تخلص الشغل اللي دونوفان ما بيفهمش فيه. وفي عز ما هم بيتكلموا والنار قايده بينهم، دخلت عليهم بنت زي القمر شياكه واناقه اسمها جوري. جوري دي طلعت خطيبه برادلي وهيتجوزوا قريب جدا. ليندا حست ان الدنيا بتضيق بيها، طلعت من المكتب والدموع ماليه عينيها، كل شقاها وتعب السنين راح لواحد تاني على الجاهز، وهي لسه واقفه مكانها محدش بيعبرها.
تاني يوم الصبح الكل رايح المطار عشان سفرية بانكوك. ليندا جت معاهم وكانت بتحاول تبان طبيعية جدا وبتضحك وتهزر مع الكل كأن مفيش حاجة حصلت، بس برضه محدش كان طايقها ولا طايق هزارها. فدخلوا الطيارة وسابوها، ولما ركبوا الطيارة دونيفان الرخم حب يقل منها قدام الكل، ففتح فيديو كانت ليندا منزلاه على النت من فترة بتشرح فيه ازاي تعيش لوحدك وتنجو لو اتحدفت في غابة، وقعدوا يضحكوا عليها ويسفوا عليها بطريقة توجع القلب. ليندا كانت قاعدة في الكرسي بتموت من جواها ومكسورة، بس مفيش ثواني والجو اتقلب. الطيارة بدأت تتهز بعنف، مطبات هواء مرعبة هزت البدن. ليندا من خبرتها ربطت الحزام بسرعة، وبرادلي كمان لحق نفسه وربط حزامه. الجو بره بقى كابوس، والطيارة بدأت تتكسر وتنهار في الجو. الناس بتصرخ صريخ يقطع القلب، ودونيفان الجبان لقى نفسه هيطير من الطيارة، قام ماسك في رجل ليندا بكل قوته وعايز يشدها عشان ياخد مكانها ويقعد هو على الكرسي ويعيش ويسيبها تموت. وفي اللحظة دي واحد تاني مسك في رجل دونيفان وبقت فوضى. ليندا من كتر الرعب ودونيفان بيصرخ ويقول لها اديني كرسيكي، لقت شوكة أكل قدامها قامت غرزاها بكل قوتها في إيد دونيفان عشان يسيبها، وفعلا الشوكة دخلت في إيده بس فضل متعلق في الطيارة. وفي لمح البصر الطيارة كلها خدت غطس في نص المحيط واتكسرت حتت. ليندا فتحت عينيها لقت نفسها تحت المية بتغرق وسط حطام الطيارة، فكت الحزام بالعافية وعامت وسط المية لحد ما شافت جثة قدامها، زقتها وكملت عوم لحد ما طلعت راسها تشم الهوا، وبصت بعيد لقت جزيرة كبيرة شكلها مليان شجر، فعامت لحد ما وصلت ووقعت على الرملة من التعب. تاني يوم الصبح ليندا بتفوق وتفتح عينيها على رملة الجزيرة، بصت حواليها ما لقتش غير شجر وغابات كثيفة ومية محيط ملهاش آخر من كل ناحية، مفيش أي أثر للحياة. فضلت تمشي وتستكشف وتجر في رجليها لحد ما لمحت جثة مرمية على الرملة. قربت منها لقت إنه برادلي ولسه فيه الروح بس مغمى عليه تماما ومش حاسس بالدنيا. فجأة السما غيمت وصوت الرعد ضرب في المكان. ليندا بسرعة وبخبرتها في السرفايفل طلعت تجري، قطعت ورق شجر موز كبير وعملت له خيمة صغيرة عشان المطر ما يبلوش ويموت من البرد. وما سكتتش على كده، حفرت حفرة وحطت فيها ورق شجر بطريقة معينة عشان تجمع مية المطر الصافية جوه جذع شجرة فاضي. وتاني يوم الصبح كانت المية اتجمعت وشربت منها، ولما برادلي فاق وفتح عينيه لقاها جنبه بتشربه المية دي. برادلي بص حواليه برعب وسألها فين الباقيين؟ فين الناس اللي كانوا معانا؟ قالت له بوش خالي من المشاعر مفيش غيري انا وانت، الباقي كله مات في البحر. برادلي انهار وقعد يعيط زي العيال الصغيرة. ليندا سابته يهدى وراحت بحرفنتها، ولعت نار بطريقة بدائية واصطادت سمكة من البحر وشوتها وجابتها له عشان ياكل ويسند طوله. برادلي قرف وبص لها وقال لها ما بحبش السمك مش واكل. قالت له بحسم وقوة كل عشان تقدر تقف على رجلك ويبقى فيك طاقة، مفيش دلع هنا. الغريب بقى يا سيدي ان ليندا كانت من جواها مبسوطة بالجزيرة دي، حاسة انها ارتاحت من قرف المدينة والزحمة والناس اللي ما بيقدروش تعبها. هنا هي الملكة اللي بتعرف تتصرف. برادلي بقى كان بيفكر في حاجة تانية خالص. قال لها اكيد في GPS في الطيارة واكيد حد جاي ينقذنا قريب ويدور علينا. ليندا قالت له ببرود اكيد هيجوا ما تقلقش خليك بس مرتاح. برادلي اتعصب من برودها وحاول يقف عشان يمشي ويدور على حل، بس رجله كانت مصابة وما قدرش يقف ووقع. ليندا قربت عشان تسنده وتساعده. برادلي اتعصب من برودها انت مجرد موظفة عندي، ازاي تتجرأي وتلمسيني؟ ابعدي عني. ليندا بصت له بصدمة، كرامتها وجعتها، سابته ومشيت وهي في قمة الغضب وسابته لوحده. برادلي فضل قاعد مكانه متعجرف ومستني النجدة اللي متأكد انها جاية عشان هو البيه ابن صاحب الشركة. استنى ساعة 2 3 مفيش حد. الساعات بتجري والنهار بيخلص لحد ما الليل ليل والدنيا ضلمت كحل، والهوا طير الخيمة اللي ليندا كانت عاملاها له وبقى قاعد في العرى لوحده والبرد واكله والخوف بينهش في قلبه. الصبح طلع عليه وهو مكسور وخلاص ايقن انه هيموت لو فضل بالغرور ده ومفيش حد هينقذه وانه محتاج ليندا. ليندا رجعت ليه الصبح وجابت له ميه. المره دي بريدلي كانت كسر وبص لها بضعف وقال لها انا اسف على اللي قلته. ليندا سكتت شويه وقالت له انا شفت اثار رجلين خنزير بري في الغابه، هروح اصطاده عشان ناكل حاجه عدله، بس قبل ما امشي توعدني ان اول ما نرجع الترقيه بتاعت نائب الرئيس تبقى ليا انا. برادلي من غير تفكير وافق وقال لها وهو بيترعش موافق أوعدك. ليندا دخلت الغابة بخطوات واثقة، عينيها بتلف في المكان لحد ما سمعت صوت الخنزير بس مش شايفاه. فجأة الخنزير هجم عليها هجمة موت من بين الشجر. ليندا طلعت سكينة كانت معاها وغرزتها فيه، بس الخنزير كان قوي وما ماتش وكمل هجوم. فضلت تعافر معاه وتضربه بكل قوتها وتغرز السكينة لحد ما خلصت عليه ووقع في الأرض غرقان في دمه.
قطعت راسه وراحت شايلاها ورمياها قدام برادلي اللي كان هيتجنن من المنظر ومن رعب وقوة الست دي. بالليل ولعوا النار وشووا لحمة الخنزير وقعدوا ياكلوا بنهم. الجو بينهم هدي والخلافات دابت وسط النار والضلمة، وقعدوا يتكلموا ويهزروا طول الليل كأنهم صحاب من سنين، ونسيوا خناقات الشركة. تاني يوم ليندا وهي بتتمشى في الغابة شافت شلال مية عذبة، فرحت جدا لأن ده معناه إن الشرب بقى مضمون ومفيش خوف من العطش. وهي واقفة بتبص على البحر وبتتنفس هوا نظيف شافت مركب صغيرة معدية من بعيد، فتحت بقها عشان تصرخ وتطلب النجدة، بس فجأة سكتت ومرضتش تطلع صوت عشان هي مش عايزة تمشي. الجزيرة دي بقت مملكتها، هنا هي قوية ومسيطرة، مش ليندا المنبوذة بتاعت الشركة، هنا برادلي المغرور بيحتاجها عشان يعيش. رجعت لبرادلي وقالت له على الشلال بحماس، بس جابت سيرة المركب أبدا، كتمت السر في قلبها ومسحت الفكرة من دماغها. بس برادلي كان جاب آخره من القعدة وقال لها بعصبية: احنا هنفضل هنا لحد امتى؟ انا ما بقتش قادر، احنا لازم نقطع خشب من الشجر ده ونعمل طوف وننزل البحر، اكيد حد هيشوفنا او هنوصل لاي حتة. ليندا رفضت تماما وقالت له: احنا هنا عندنا اكل وفاكهة ومية، لو نزلنا البحر هنموت من العطش او نغرق، خلينا نستنى هنا احسن لحد ما حد يجيلنا. الخناقة كبرت بينهم وبرادلي قال لها بعند: انا مش عايز اقعد معاكي دقيقة واحدة، انا هعمل طوف وخيمة لوحدي. وقام يلم خشب عشان يبني لنفسه خيمة ويعيش بعيد عنها. فضل يعافر عشان يبني الخيمة، فشل والخشب وقع فوقيه. حاول يولع نار، فشل. المطرة نزلت، حاول يجمع مية زي ما ليندا عملت، المطرة وقفت وهو ملحقش نقطة. الجوع قرص عليه وبطنه بتصوصو، شاف حشرة مقرفة ماشية على الشجر، أما مسكها وأكلها من كتر الجوع، طعمها كان بشع وتفها ورجع كل اللي في بطنه. في الآخر عرف إن مقامه قليل وإنه من غيرها ولا حاجة وإنه هيموت لوحده. رجع لها مكسور الجناح، لقاها قاعدة بتاكل فاكهة ومش شاغلة بالها بيه. لمح السكينة جنبها، سألها باستغراب: انت لقيتي السكينة دي فين؟ بصت له ببرود وقالت له: على الشط، لقيتها مرمية. برادلي ما كبرش الموضوع وحاول يفتح معاها كلام ويهزر ويقول أي نكت عشان يصالحها، بس هي كانت متجاهلاه تماما. في الآخر قال لها صراحة: حقك عليا، أنا غلطت وسامحيني. ليندا رضيت عنه وادت له فاكهة ياكلها ويرد روحه. مع الوقت رجل برادلي بدأت تخف وبقى يقدر يمشي ويسند عليها. ليندا قررت تاخده في جولة وتوريه الجزيرة، وطلعوا على جبل عالي قوي. الطريق كان خطر ومليان صخور بس قدروا يعدوه. وهي بتشرح له قالت له: ركز معايا، لو شفت أي فاكهة هنا اوعى تاكلها على طول، اعصرها على ايدك الأول، لو ايدك مجروحة وحست بوجع أو حساسية يبقى دي مسمومة، ولو مفيش حاجة يبقى كلها. وشاورت له على جبل بعيد واخد شكل حرف الأكس بالإنجليزي، وقالت له بنبرة تخوف: شايف المكان ده؟ إياك تقرب منه نهائي، المكان ده كله زرع ونباتات سامة بتموت في ثواني، ما تفكرش تعتب هناك. برادلي هز راسه وقال لها حاضر وهو مرعوب. وهم راجعين الأرض زحلقت من تحت رجل ليندا وكانت هتقع من فوق الجبل، بس برادلي رغم وجع رجله رمى نفسه ومسكها في آخر لحظة وأنقذ حياتها. الموقف ده قربهم من بعض تاني وكسر حواجز كتير. لقيوا موز بري شووه على النار وقعدوا ياكلوه وهم مستمتعين، وليندا فاجئته وقالت له إنها خمرت فاكهة وعملت منها نبيذ. برادلي فرح جدا لأنه كان محتاج أي حاجة تفصل دماغه. وبالليل قعدوا يشربوا ويفضفضوا لبعض. ليندا بدأت تحكي عن ماضيها الأسود وقالت له إنها كانت متجوزة واحد بيشرب ليل نهار وبينزل فيها ضرب وإهانة ومبهدلها. برادلي اتأثر وحكى لها هو كمان إن أهله ما كانوش مهتمين بيه خالص وكانوا عايشين حياتهم في الشوكي والمنظرة وسابوه يتربى لوحده من غير حنية. ليندا حست ساعتها إن غروره ده مجرد قناع بيخبي بيه وجعه ونقصه. وكملت ليندا حكايتها وقالت: جوزي في يوم ضربني كالعادة ووجعني قوي، وكان متعود بعد ما يضربني وياخد كفايته يخرج يسوق عربيته وهو سكران، وكنت دايما بمنعه واخد المفاتيح عشان ما يعملش حادثة. بس في اليوم ده أنا سقيته خمرة زيادة بإيدي واديت له مفاتيح العربية لحد عنده وسبته يخرج ويعمل حادثة ومات. برادلي سمع الكلام ده والدم نشف في عروقه، حس برهبة وخوف من الست اللي قاعدة قدامه دي موتة جوزها بدم بارد. وزاد الطين بلة لما ليندا بصت له في عينيه وقالت له: أنا مش عايز أمشي من هنا أبدا يا برادلي، أنا مرتاحة كده. تاني يوم الصبح ليندا صحيت مصدعة من الشرب ومش فاكرة هي عكت وقالت إيه بالظبط امبارح لجوزها، أقصد لبرادلي، بس ما لحقتش تفكر كتير لأن إعصار مرعب ضرب الجزيرة فجأة. السما اسودت والهوا طير الخيمة والدنيا باظت.
جريوا هما الاتنين استخبوا جوه كهف ضلمة في الغابة لحد ما العاصفة تهدى. ليندا نامت من التعب جوه الكهف، ولما فتحت عينيها ما لقيتش برادلي. بصت بره لقيت برادلي عمال يخبط ويبني في حاجة وسط الشجر بس مش باينة. لما رجع لها مرضاش يقول لها هو كان بيعمل ايه وخبى عليها. اتفقوا انهم يبنوا خيمتهم الجديدة بعيد عن الشط شوية عشان العواصف. وهم بيبنوا برادلي بصلها بحنية وقال لها انا اتعلمت حاجات كتير قوي منك الايام اللي فاتت، شكرا بجد انك خليتيني اعيش، وعشان كده انا اللي هعمل العشاء النهارده احتفالا بيكي وبشطارتك. ليندا فرحت جدا وطارت من السعادة، اخيرا حد بيقدرها. بالليل قعدت مستنياه متزوقة على قد ما تقدر. جاب لها الاكل وكلت وهي مبسوطة من غير ما تفكر. بس فجأة حست ان الدنيا بتلف بيها، عينيها بتزغلل وبدأت تفقد الوعي. برادلي كان حاطط لها سم من النباتات السامة في الاكل، وفي اللحظة اللي وقعت فيها برادلي سحب طوف خشب كبير كان هو ده اللي بيبنيه في السر طول النهار، حط عليه كل الاكل والمية اللي ليندا جمعتهم وزق الطوف في البحر عشان يهرب ويسيبها تموت لوحدها. بس البحر غدار وما بيرحمش، موجة عاتية ضربت الطوف كسرته حتت في ثواني، وبرادلي وقع في المية وبدأ يغرق ويشرب مية. وهو بيموت شاف خيال خطيبته جوري في المية بتمدله ايدها، بس فجأة الخيال ده اتحول لليندا. ليندا وهي بتفرفر من السم ومش قادرة تصلب طولها نزلت المية وسحبته وطلعت بيه على الشط، وقامت مرجعة كل الأكل المسموم اللي كلته فوق وشه عشان تنقذ نفسها من السم. تاني يوم الصبح برادلي فاق وهو ميت من الرعب والندم، قعد يعيط ويقول أنا ما كانش قصدي، سامحيني أنا كنت عايز أرجع لحياتي. ليندا كانت هادية بشكل يخوف، ملامحها متجمدة. قالت له ما تشغلش بالك، خد كل حتة اللحمة دي عشان تسند طولك، واديت له حتة لحمة أخطبوط. برادلي كلها وهو بيترعش ومش قادر ينطق. أول ما بلعها جسمه كله اتخشب، ما بقاش قادر يحرك صباع واحد ولا يفتح بقه. ليندا كانت مسممة الأخطبوط ده بسم بيعمل شلل مؤقت. قربت منه ليندا ووشها كله شر وحقد وقالت له كل غلطة وليها عقاب يا برادلي، وانت غلطت في حقي. طلعت سكينتها وراحت ناحية رجله وقالت له انها هتقطعها له عشان ما يفكرش يهرب تاني. برادلي بيصرخ من جواه والدموع نازلة زي الشلال على خده ومش قادر يتحرك يدافع عن نفسه. ليندا نزلت بالسكينة بس ما قطعتش رجله، قطعت فار كان ماشي جنبه نصين وبصت له وقالت له بنبرة ترعب إياك تفكر تعمل كده تاني، وسابته وميتة من الضحك على منظره وهو بيبكي ومشلول. برادلي بعد الموقف ده وبقى يتجنبها وما بيكلمهاش خالص، قاعد في حاله خايف منها. ليندا مكبرة دماغها، وفي يوم راحت الغابة تجمع فاكهة وفجأة سمعت صوت موتور مركب. بصت لقت مركب بتقرب من الشط واللي راكبها مين؟ جوري خطيبة برادلي ومعاها راجل عجوز بيسوق المركب. جوري أول ما شافت ليندا فرحت جدا وحضنتها وعرفت منها إن برادلي لسه عايش وموجود في الجزيرة. بس ليندا من جواها كانت بتغلي، إيه اللي جابهم دول؟ أنا ما صدقت بنيت حياتي هنا وبقى ليا مملكتي. جوري قالت لها بلهفة وديني لبرادلي بسرعة أرجوكي. مشيت بيهم بس ما ودتهمش على الخيمة، ودتهم من طريق تاني لحد ما وصلوا عند حافة الجبل العالي اللي ليندا كانت هتقع من عليه قبل كده. وبكل برود وقسوة زقت جوري من فوق الجبل. الراجل العجوز اتخض وحاول يمسكها، قاموا هما الاتنين واقعين من فوق الجبل وماتوا في ساعتها. ليندا رجعت لبرادلي وعاملة نفسها حزينة ومكتئبة وماشية تعيط. برادلي استغرب مالها، راح يراضيها ويقول لها تعالي نصطاد ونغير جو، بس هي كانت في عالم تاني وما ردتش عليه. وفي وسط ما هو بيحاول يكلمها عينه وقعت على سكينتها وشك فيها. السكينة دي بتلمع وجديدة، دي مش لاقياها على الشط، في حاجة غلط. بالليل ليندا نايمة فجأة سمعت صوت بيناديها، قامت تمشي ورا الصوت وهي مسهمة. لقت جوري طالعة من البحر وبتقول لها عملتي كده ليه يا ليندا؟ ذنبي ايه؟ ليندا صرخت ووقعت في الأرض وبعدين فاقت لقت ده كابوس وبرادلي نايم جنبها في أمان الله. تاني يوم برادلي قرر انه يعتمد على نفسه ونزل يصطاد ويستكشف لوحده. شاف الخنزير البري جري وراه وسط الشجر وفجأة لمح ايد طالعة من بين الشجر والتراب، قرب منها وقلبه مقبوض. لقى خاتم ألماظ في صباع الإيد دي، الخاتم بتاع جوري. برادلي فهم كل حاجة في لحظة، عرف ان جوري جات الجزيرة وماتت وان ليندا هي اللي قتلتها، واتأكد 100% ان قصة جوزها دي ما كانتش حادثة، دي قتلت جوزها كمان. الدم غلي في دماغه وعينه احمرت وراح لليندا زي المجنون. ليندا شافته جاي وعينيه بتطلع نار، حست بالخطر والتوتر. قال لها بصوت عالي انت عملتي ايه في جوري؟ انطقي. كانت بتهته وتعمل عبيطة، انت بتقول ايه؟ انا مش فاهمة حاجة. طلع لها الخاتم في وشها وقال لها وده ايه؟ قامت معيطة بتمثيل وقايلة والله العظيم دي رجليها اتزحلقت وقعت من على الجبل، كان حادثة غصب عني ما قدرتش انقذها. برادلي ما بقاش يصدق حرف وهجم عليها عشان يقتلها ويخلص منها.
ليندا طلعت تجري، استخبت منه في الغابة، فضل يدور عليها زي الأسد الجريح لحد ما نطت عليه من ورا ظهره وبدأت تضربه. المعركة بينهم كانت طاحنة، حياة أو موت. برادلي مسك شعرها وشد خصلة كاملة من جدرها، وليندا بتحاول تعضه في رقبته وهو بيحاول يقلع عينيها من مكانها. في وسط العركة ليندا مسكت حجر وضربته على دماغه، دوخته، وعشان تقهره وتجننه أكتر طلعت خاتم جوري من جيبها وبلعته. برادلي اتجنن وهجم عليها تاني، راحت غرزة السكينة في جنبه وطلعت تجري بأقصى سرعة ناحية الجبل اللي واخد شكل حرف الإكس، الجبل الممنوع اللي حذرته منه. برادلي جري وراها وهو بينزف وبيكح دم لحد ما وصل للمكان الممنوع واتصدم صدمة عمره. ما لقاش نباتات سامة ولا وحوش مفترسة ولا غيلان، لقى بيت، فيلا حديثة قمة في الشياكة مبنية في قلب الجزيرة. دخل البيت يدور على أي حد ينقذه أو تليفون يكلم بيه الشرطة. فجأة سمع صوت ليندا طالع من سماعات البيت بيكلمه. برادلي فضل يلف زي المجنون يدور في المطبخ على سكينتها اللي ضربته بيها أو أي سلاح، بس لقاها رمت كل السكاكين اللي في البيت بره، وليندا بتكلمه من السماعات بكل برود وتكشف له السر الكبير اللي مخبياه. انت فاكرني لقيت السكينة على الشط؟ يا غبي، أنا شفت مركب في أول يوم لينا هنا ومشيت وراها في السر لحد ما وصلت للبيت ده. البيت ده بتاع راجل غني بيجي يصيف فيه، وشفت الحراس وهم بيمشوا ولقطت الباسورد بتاع الباب. انا كنت باجي هنا اكل واشرب وانام على سرير مريح واعيش حياتي وارجع لك الغابة امثل عليك العذاب والسرفايفل. انا اللي زقيت جوري والراجل العجوز عشان ما ياخدونيش من مملكتي ويرجعوني للحياة اللي بكرهها. برادلي بيسمع وهو بيغلي وحاسس انه عاجز ومضحوك عليه، وفجأة باب الأوضة اتفتح وليندا دخلت عليه وفي ايدها مسدس. برادلي ركبه ثابت، نزل على ركبه في الارض ودموعه نازله وقال لها بصوت بيرتعش ومكسور: ليندا ابوس ايدك سامحيني، كل اللي حصل مني كان غباء، انا بس عايز اخرج من هنا وارجع بيتي. بصت له بسخريه وقالت له: نخرج ليه؟ هو احنا مش كنا مبسوطين هنا لوحدنا؟ برادلي شغل كيده وقال لها وهو بيمثل الحب: انا عايز اخرج عشان انا بحبك، انا اكتشفت اني ما اقدرش اعيش من غيرك، انتي احسن ست شفتها في حياتي، عايز ارجع معاكي ونتجوز ونعيش في سعاده طول العمر. ليندا قلبها دق للحظة وعينيها دمعت، الكلمة دي كانت مستنية تسمعها من زمان قوي. وفي اللحظة اللي ليندا سرحت فيها وصدقت الكذبة، برادلي مسك حتة حديدة من الأرض وضربها في رجلها بكل غل وهجم عليها وخد منها المسدس، وجه المسدس على راسها وضحك بانتصار وشد الأجزاء عشان يقتلها وينهي الكابوس. تك تك، مفيش رصاص، المسدس كان فاضي ما فيهوش ولا طلقة. برادلي بص للمسدس بصدمة ورعب ورفع عينه لقى ليندا ماسكة مضرب جولف تقيل حديد في ايديها ونزلت بالمضرب على دماغه ومات. وتمر الأيام يا سيدي وتعدي سنة بحالها. المشهد بيفتح على ليندا وهي في قلب المدينة لابسة أشيك هدوم والناس كلها ملمومة حواليها والصحافة بتصورها والبرامج بتستضيفها. ليندا بقت بطلة قومية، الست القوية والجبارة اللي نجت لوحدها من حادثة الطيارة المرعبة وعاشت سنة كاملة في جزيرة مهجورة. كل الناس بتمجد فيها وبقوتها ومحدش فيهم يعرف السر الأسود اللي مدفون هناك، ولا حد يعرف إنها سايكو ومجنونة وقتلت كل اللي واقف في طريقها، وكلهم فاكرين إنها الوحيدة اللي نجت من الطيارة وإن الباقي ماتوا غرقانين. وبكده يا سيدي تخلص حكايتنا العجيبة دي وتتر الفيلم ينزل. إيه رأيك في الدماغ العنب دي؟ لو القصة عجبتك واندمجت مع الست ليندا اللي خلصت على نص الكوكب دي عشان ترتاح، ما تنساش بقى ترزعنا اللايك المتين وتشترك في القناة وتعمل شير للفيديو عشان نوصل لكل الناس. وإلا وحياة غلاوتك عندي هعزمك على عشاء رومانسي في جزيرة مهجورة وأكلك أخطبوط يكتفك وأحليلك بسندوتش سمك وخلي ليندا تطلع لك بمضرب الجولف من حيث لا تحتسب وتاخد الترقية بتاعتك. يلا أشوفكم في حكاية جديدة. سلام.